مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من تحيا مصر. مصر بلد الزيتون، مصر بلد غصون الزيتون، مصر بلد السلام. ودايما كنا عارفين ان احنا بنحتل مكانه رائعه جدا في انتاج يعني الزيتون، خاصه زيتون المائده. وعارفين ان القدماء المصريين كانوا كمان بيهتموا بزيت الزيتون لفوائده اللي بتعود على جسم الانسان. طيب احنا دلوقتي شاهدنا منذ ايام مهرجان خاص للزيتون في مصر، وده كان المهرجان الاول برعايه وزاره الزراعه، وده طبقا طبعا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي مهتم جدا بهذه الزراعه ونموها ورجوعها مره اخرى لتكون مكانه مصر يعني زي 2019 أو 2020 كنا في المرتبة الأولى في إنتاج الزيتون المائدة. اسمحوا لنا أن احنا نفتح هذا الملف مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز الطويل، أستاذ الزيتون والفاكهة وخاصة بالمناطق شبه الجافة، المتفرغ ووكيل معهد بحوث البساتين للإرشاد والتدريب السابق. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. منورنا يا فندم. الله يخليك. وهو علم من علماء الزراعة في مصر، فهو أيضا من خير من يتكلم في هذا الموضوع. مشرفنا حضرتك ومبروك، ألف ألف مبروك على نجاح المهرجان الأول للزيتون. الله يبارك فيك يا فندم. كنا في 2019 الأول عالميا في إنتاج الزيتون الخاص بالمائدة. يمكن ما كناش يعني في هذه المرتبة بالنسبة لزيت الزيتون، بس كنا برضو في مرتبة متقدمة. بسبب التغيرات المناخية حصلت مشاكل كثيرة في هذا المحصول. جه المهرجان واعتقد ان في كمان بوادر ومؤشرات تشير ان الاداره السياسيه كلها والاراده السياسيه كلها بتتجه للاهتمام بهذا الملف. اولا انا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله للزيتون، وعايز اقول حاجه مقدمه بسيطه جدا على الزيتون قبل ما اتكلم على المهرجان. اتفضل. اذا كان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أقسم بالزيتون، اما قال والتين والزيتون وطور سينين. اما جم علماء اليابان يشوفوا التين والزيتون فوجئوا ان التين والزيتون بيحتووا على ماده اسمها الميثالونيتس. دي ماده بروتينيه بتحتوي على كبريت وبتتحد مع الحديد والزنك والفوسفور، بتعمل تنظيم لعمليه التنفس، وبتقلل الكوليسترول في الجسم، وفي نفس الوقت بتظبط عضلة القلب. اما جم يبصوا عشان يعملوا المركب ده فوجئوا ان محتاجين 1 تين، المعدل 1:7. الله سبحانه وتعالى ذكر الزيتون في كتابه الكريم 7 مرات. اعجاز جه من اليابان بأهمية الزيتون الشجرة المباركة. ده بالنسبة المقدمة البسيطة ردا على حضرتك. بالنسبة للمهرجان هو احتفال أنا عايز أقول أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية اهتمامها قبل ما يبقى فيه المهرجان، أن الإحصائية من 2015 احنا كان عندنا 25 مليون شجرة زيتون. لما بدأت المبادرة بتاعت سيادة فخامة الرئيس 100 مليون شجرة، وصلنا ل 58 مليون شجرة زيتون. الاهتمام بالتوسع في المساحات الجديدة بدأ ان احنا يبقى عندنا اهتمام بشجرة زيتون. جه المهرجان. معنى المهرجان هو الاحتفال، وده في حد ذاته انا بعتبرها بداية عظيمة جدا، لاننا كنا من زمان منتظرين مهرجان يبدأ. ايه اهداف مهرجان؟ أهداف المهرجان إن أنا ببدأ أعرف التعريف بزيت الزيتون وثقافة زيت الزيتون عند المستهلك المصري. يعني مهرجان ممكن يكون احتفال، بس هو إلقاء الضوء على هذا الملف بالظبط، والاهتمام بيه بقى بداية الاهتمام بيه. وبيان قدرة الاقتصاد المصري على دعم ان قدرة الزيتون على دعم الاقتصاد المصري. يعني فرص الاستثمار في هذا القطاع. بالضبط. وكمان ان انا بغير الثقافة
يبقى انا بعرف بزيت الزيتون وبغير ثقافة المستهلك ان يبدأ يستهلك زيت الزيتون. وبقول له في المهرجان ان شجرة الزيتون محصول مربح على المستوى القريب والمستوى البعيد. بعمل عملية تشجيع لزيت الزيتون. يبقى اذا كان له اهداف، والاهداف ده انا عايز اوصلها لكل اللي جايين المهرجان. يعني اهداف اجتماعيه، زياده وعي مجتمعي، اقتصادية واقتصاديه واستثماريه وايضا صحيه بقى، وصحيه بالظبط، عائده علينا. طيب نتكلم على فعاليات هذا المهرجان. تنوعت الفعاليات. انا عندي كان في محاضرات علميه بيقوم بها علماء من معهد بحوث البساتين ومن معهد بحوث الصحراء ومهندسين زراعيين ذو خبرة ومدى واسع جدا. وعندي محاضرات تثقيفية من أطباء في التغذية لزيت الزيتون وإزاي أهميته في تناوله. وعندي ترفيهية بنقدم حاجات ترفيهية. وعندي عروض مخفضة من 17 شركة مختلفة جاية من سواء من مصر او خارج مصر. كان في مشاركه دوليه، مشاركه من خلال الهامش، شركه الهامشيه. وعندي يعني مشاركه كمان عربيه وفي كمان الشبكه النسائيه. دي الشبكه النسائيه بين مصر وتونس. وعندنا كمان العروض اللي هي المسابقات، مسابقات بين العارضين في موضوع الزيت المصري ومن هو الافضل الافضل في الزيت المصري. طيب ناخد هذا التقرير ونرجع نكمل الحوار. افتتح رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي أول مهرجان للزيتون المصري بالقاهرة تحت شعار من مصر لكل الدنيا. يأتي المهرجان بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية ومعهدي بحوث تكنولوجيا الأغذية ومعهد بحوث البساتين ومركز بحوث الصحراء والمركز القومي للبحوث، حيث يشمل معرض لتسويق المنتجات والصناعات القائمة على الزيتون، فضلا عن عدد من الفعاليات والندوات العلمية ومحاضرات للباحثين والخبراء في مجال صناعة الزيتون، فضلا عن عدد من الأنشطة الفنية والترفيهية. يستهدف المهرجان أيضا جذب الزوار من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية للمشاركة والتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون وتبادل الخبرات في هذا المجال بهدف تنميته والنهوض به، حيث يعد فرصة للعاملين في هذا المجال للالتقاء واستعراض التجارب المتميزة في هذا المجال. ورجعنا مرة أخرى، ومن ضمن الحاجات المهمة قوي إن احنا نعرف كمان هذا المهرجان حقق إيه لصناعة الزيتون أو للاهتمام بهذا القطاع بشكل عام. اتفضل دكتور طويل. طبعا إن احنا النهاردة بدأ المستثمرين احنا بنغير ثقافة المصدر نفسه. ليه؟ ازاي؟ احنا مشكلتنا في مصر ان احنا تصديرنا سواء زيتون المائدة او زيتون بنعملها في بلوكات او في براميل. البراميل دي بتروح بال50 او 150 كيلو، تاخدها اسبانيا وتعيد تصديرها في برطمانات صغيرة نص كيلو كيلو. احنا تكلفة بتقف علينا بحوالي $1 او $1.50. هم بيبيعوها ب$7. اذا اهمية العائد الاقتصادي مهمة جدا. النهاردة انا لما فاهم تغيير الفكر في ان انا فكر المصدر ان انا اقدر اصنع. وبالتالي كمان ان بدأنا في المهرجان مركز بحوث الصحراء مثلا بدأ يعظم التصنيع على اساس الاستفادة من القيمة المضافة. فبدأ يعمل من الزيتون مربى زيتون، ويعمل مربى زيتون بالفراولة، ويعمل بعض الباتيهات بالزيتون،
ويبدأ يعمل عجاين ويضيف بعض الإضافات الصغيرة عشان الأطفال. إذا هنا وزيت الزيتون كمان بيخش في المواد التجميلية. بالمواد التجميلية بقى. فيعني برضو ممكن برضو نعظم من الاستخدامات الطبية الخاصة بيه. بالظبط. يبقى إذا أنا النهاردة عندي مجال واسع. أنا هقول لك أن صادرات مصر سنة 2021 كانت 18 مليون دولار تبع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. في 2022 من يناير حتى مايو احنا وصلنا ل 30 مليون دولار. لا في الزيتون. ده في الزيتون. إذا الصادرات بتاعتنا كدولار بدأت ان احنا تتطور. طب صادرات مصر من زيتون المائدة 2019 2020 كان 200 ألف طن، في 2021 100 ألف طن، انخفض. احتياج السوق المحلي قد ايه؟ 400 ألف طن. طيب اذا احنا لو بدأنا من الانخفاض ده يعني برضو بيرجع للتغيرات المناخيه عشان نخفض الانخفاض. التغيرات المناخيه طبعا انتاج المحصول نفسه وده هنتكلم عليه بعد كده. لكن احنا بنتكلم هنا ان برضو السوق المحلي ما بيستهلكش كتير. ايوه السوق المحلي ما لكن احنا ده لو كل فرد استهلك لتر واحد احنا مش هنكفيه. لكن فاحنا نبدا. يعني انا مثلا عرفت قيمه زيت الزيتون من جدي. كان وجدودنا المصريين القدماء كانوا عارفينه، احنا اللي غفلناه. بالظبط. يعني جدي ما كانش يحط على الجبنه القريش الا زيت زيتون، يحط على الفول زيت زيتون. وانا طفل. وعلى فكره في الاديان الثلاثه له قيمه كمان. ايوه. فبدات احط انا زيه. بدات ما اكلش الا بزيت زيتون. يبقى ده تغيير ثقافه. وبدأنا على بعد فخامة الرئيس والاهتمام بزيت الزيتون احنا بدأنا يحصل صرخة، وبدأ يحصل انتاج متميز، وبدأنا نطلع. وده مش عايز اسبق الحوار، ولكن احنا عملنا تطور كبير جدا وهقوله يعني. طب ما تقوله دلوقتي عشان متشوقة عليه. عملنا ايه؟ بدأنا هو قسم بحوث الزيتون. وانا بفتخر ان هذا القسم موجود في مصر، مركز معهد بحوث البساتين، من سنة من 94 95 96 بدأ يطلع تراكيب وراثية جديدة. التراكيب الوراثية الجديدة حاليا مع التغيرات المناخية بدأت هذه التراكيب الوراثية اللي هو زي 66 و69 و102 كلها دي محاصيل. دي اشجار. اصناف من اصناف من الزيتون 66 و52 و66 و69 ده زيت، وفي 102 تخليل او غيرهم. بدأ ده تتوائم مع التغيرات المناخية الجديدة، وبالتالي يبقى القسم الزيتون سبق الزمن في معرفة التغيرات المناخيه التي كانت اللي احنا فيها دلوقتي والعالم في ازمه سبق باصناف هتواجه التغيرات. ودي اللي هتبقى التطور الجاي لمجابهه التغيرات المناخيه عشان نفضل في مكانه ونفضل ارض الزيتون. بالظبط. طيب بالنسبه لنا احنا فاتحه اسواق جديده للزيتون المصري لان عليه اقبال كمان. طبعا مهم جدا. فبرضو اتجاه الدولة لفتح أسواق جديدة عالميا. أنا هقول لحضرتك مثال بسيط اتفضل. الأردن كان الإنتاج الزيتون عندها مش كبير، مش زي تونس ولا المغرب ولا الجزائر كدول عربية. يعني بدأت زينا. هو الترتيب عربيا دلوقتي كان اللي هو تونس واللي بعديها المغرب والجزائر. احنا انتاجنا من الزيت 40,000 طن. انتاجنا من زيتون المائدة حاليا 320,000 طن. بس احنا كنا الاول عالميا. كنا الاول عالميا في 2019 كنا 610، واسبانيا كانت 500,000 طن. فاحنا دلوقتي في المرتبة تقريبا الرابعة او خامسة. الثالثة او الرابعة. لكن اما انتاجنا في 2019 كانت مصر رقم 1، وكان اسبانيا بتنتج اقل مننا 500,000 طن. بدأنا في 2020 620,000، بس اسبانيا زادت ل 700,000 طن.
بعد كده في 21 نزلنا ل 320 ألف طن، وفضلت اسبانيا مستمره على، هنرجع تاني في 2022 يبقى ان شاء لازم الله. نستخدم الاصناف اللي حضرتك قلت عليها بقى نلحق. ده احنا كده عندنا اتأخرنا. خطه، مش عندنا خطه استراتيجيه بالاضافه للاصناف. مش كده بس، احنا حاطين استراتيجيه ومقدمين تقرير للوزير معاه الوزير لمجابهه باستراتيجيه كامله. طيب فتح اسواق خارجيه. فتح اسواق، انا بقول الاردن كان فبدات تفتح في سويسرا ورومانيا وامريكا. احنا النهارده مع الفكر تغيير ثقافه المصدر المصري. احنا ممكن امريكا محتاجه، رومانيا، سويسرا، الدول الاوروبيه، الدول الخليجيه، فتح هذه الاسواق. بس نبدا امتى نفتح الاسواق؟ اما يبدا تغيير عقليه المزارع، ان يبدا يزرع اصناف زيت. احنا النهارده هي ايه الاصناف اللي بتزرع في مصر؟ احنا عندنا في اصناف تخليل واصناف مزدوجه واصناف زيت. اصناف التخليل عندي العجيز الشامي، وعندي التفاحي، وعندي والكلاماطه، وعندي الدولسي. اصناف تخليل. الاصناف المزدوجه عندي البيكوال، وعندي المنزلين، وعندي الوثيقا. الاصناف اللي هي الزيت عندي كوروناكي والكوراتينا والشملالي والاربوسانا والاربكوين والكوراتينا. طيب نشوف تقرير بقى عن الزيتون في مصر ونرجع نكمل حوار. الزيتون هو أحد أهم المحاصيل الزراعية التي خلقها الله وذكرها في كتابه لتحمل الخير للبشرية. تعتمد منذ زراعتها على مقاومة الظروف البيئية الصعبة، والتي يعتمد عليها اقتصاد معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط في أوروبا وإفريقيا. يزرع في مصر في معظم المحافظات بصورة منفردة غالبا، أو مع محاصيل أخرى، إلا أنه في الفترة الأخيرة زادت المساحة المزروعة من 5000 فدان في نهاية السبعينات إلى أكثر من 100,000 فدان في نهاية التسعينات، حتى وصلت في نهاية العام الحالي إلى 240,000 فدان. ويرجع ذلك إلى تفوق نمو شجرة الزيتون بمناطق الاستصلاح الجديدة ذات التربة الصفراء عن باقي محاصيل الفاكهة الأخرى، خصوصا تحت ظروف الجفاف والملوحة وتباين أنواع التربة. دكتور عبد العزيز طويل، واحنا بنتكلم عن الزيتون دايما بحس ان احنا لازم نتكلم عن سينا طبعا، وزراعة الزيتون في سينا، وقد ايه ان هو سمعته حتى عالميا مختلفة بكل طبعا. اصنافه. طبعا. هو سينا انتاج في نقطة يعني انا سعيد قوي بالسؤال ده عشان اقول حتة بسيطة. اتفضل. انتاج الزيت لو جينا، ما انا عملت حصر مع فريق من قسم عندنا، حصر مساحات الزيتون على مستوى 24 مديرية على مستوى الجمهورية. رائع جدا، ادينا نتيجة هذا الحصر. حاضر. ففوجئت ان اصناف التخليل 109,000 فدان، واصناف المزدوجة اللي انا قلت لحضرتك البيكوال والمنزانيلو 104,000 فدان، واصناف الزيت 25,000 فدان. طيب بصيت على الاصناف اللي هي التخليل العجيزي 42,000، التفاحي 32,000، الدولسي 14,000، الكلاماطة 14. طب المديريات، جيت عايز ابص بقى على المديريات كمان. اصناف الزيت فين؟ اصناف الزيت موجودة فين؟ موجودة في اسكندرية ومطروح والاسماعيلية وسينا وفي الطريق اسكندريه الصحراوي موجود فيه. طيب مطروح فيها كام فدان؟ 57,000 فدان. النوباريه 47,000 فدان.
الاسماعيليه 38,000 فدان، الفيوم 25,000 فدان. مم. كل ده مزروعين. شمال سيناء 14,000 فدان فقط. وجنوب سيناء 11,000 فدان. مم. يعني انت لو جينا نبص تلاقي ان شمال سيناء وجنوب سيناء واصناف الزيت فيها هايله جدا. ولو حصل تنميه هيبقى فيها رائعه بالنسبه لاصناف الزيت. رغم صغر المساحه. فاذا طب ليه قلنا اسكندريه ومطروح وسينا؟ لان احتياجات البروده بتاعه اصناف الزيت عاليه. البيئه المناخيه متاحه. ايوه. فاذا المناطق دي عشان كده لازم المزارع يبقى عارف المناطق، الخريطه الصنفيه بتاعته، يعني يبقى فاهم ان احتياجات ان اصناف الزيت اللي هي بتاعت هذه الخريطه اللي حضرتك دلوقتي يعني حطيت لنا عليها قاعده بيانات كبيره جدا بالنسبه لمحصول الزيتون، بتنبهنا ان احنا لازم نركز اكتر واكتر في سيناء. لا التوسع. انا ما قلتش كده، انا عايز اقول حاجه. انا اللي بقول كده. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان الاصناف الاجنبيه اللي احنا جبناها احتياجاتها البروده عاليه. لكن الاصناف المحليه اللي احنا تفضل عندنا انتجناها في محافظاتنا الاصناف الاجنبيه بتحتاج حوالي 469 ساعه بروده. الاصناف المحليه 250 ساعه بروده. يبقى اقل، بالاضافه ان الاصناف عندنا فعشان كده هي يعني نجحت في السواحل اكتر. لا انا عايز عايز اوضح. أيوة عايز اوضح الحته دي. أيوة. الاصناف الاجنبيه احتياجات البروده بتاعتها موجوده في المناطق اللي بقول لحضرتك عليها اللي فيها اسكندريه ومطروح. أيوة. طب انا عايز بقى اعملها في معظم الجمهوريه وعايز اضيع النقطه بتاعه احتياجات البروده العاليه، ابدا الجا الى الاصناف المحليه وبالتالي اللي هي بتحتاج ساعات بروده اقل، بتحتاج ان هي بتظهر مبكر زي جيزه 6 على الاصناف المحليه عشان اقدر اتوسع اللي تم كمان التعامل معاها. لان انا النهارده انا قلت ايه 25,000 فدان زيت بس. لكن اما التخليل انا بقول يبقى ايه؟ حضرتك هنا برضو الخريطه بتقول ان احنا عاوزين نكسر من اصناف المحليه زي المرائي وجيزه 69 وجيزه 66 وبالتالي انا ابدا اتوسع في اصناف الزيت، لان الاصناف دي بتزهر مبكر قبل وبيطلع قبل الموجه الحاره، وفي نفس الوقت احتياجات البروده بتاعتها قليله. رائع جدا. طب ده بالنسبه لملف صناعه الزيتون في مصر. ماذا بقى عن فوائد الزيتون بالنسبه للمواطن المصري؟ واحب اختم بيه. ده انا عايز بس كنت عايز قبل يعني قبل الختام عايز اقول ايه هي التحديات اللي هي بتواجهنا. احنا عندنا كان تحديات كبيره جدا. وانا هقول تحدي شفته في اسبانيا اتعمل بنجاح، واتمنى ان هو يتعمل. الوقت بيداهمنا يعني سريعا. اتفضل. التعاونيات، الاهتمام بالتعاونيات عشان المساحات الصغيره، وبالتالي ان احنا نعمل تجميع للتعاونيات ويبقى جنبيها معصره، يبقى انا ابدا استفاد من التعاونيات، ابدا استفاد من مخلفات الزيتون، ابدا استفاد اللي انا اعمل حصر الانتاج الشتلات. انا عندي المشاتل 202 مشتل. طيب بيطلعوا في عندي على مستوى الموجود 58 مليون شتله. طب ما لازم عايز اعمل حصر للمشاتل اللي مش مرخصه. يعني انا الكلام اللي انا قلته 202 ده مشتل ده المرخص. طب المشاتل الغير مرخصه لازم اعمل حصر للمشاتل الغير مرخصه عشان يبقى عندي وده من الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي. طيب وفوائد الزيتون بالنسبه للمواطن؟ طبعا زي ما قلت خفض، اهم حاجه خفض الكوليسترول، تنظيم العمليه بتاعه يعني الصحه، بيديله الوجه، تحسين في الوجه، هو تحسين كل الوظائف الداخليه التمثيل الغذائي. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد العزيز الطويل، استاذ الزيتون وفاكهه المناطق شبه الجافه المتفرغ ووكيل معهد بحوث البساتين للارشاد والتدريب السابق. شكرا لوجودك معنا. شكرا فندم. مشاهدينا ودايما وابدا تحيا مصر، نراكم في امن وسلام الاسبوع المقبل باذن الله.